السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى هنعمل ورقة اللحمة كده بالخضار، حاجة كده لوز اللوز، بطريقة سهلة جدا ومش هتاخد منك وقت خالص. بصي اللحمة عاملة ازاي والخضار ما خدش مننا وقت خالص خالص. يلا بقى نشوف هنعمله ازاي مع بعض. معايا هنا خضار، اي نوع خضار عندك يا حبيبتي حطيه. انا حاطه بسلة وكوسة وتنجان رومي، وحاطه بصل وحاطه فلفل الوان. اهو ده بتنجان بوريهولك اهو، وجزر، يعني أي نوع عندِك خضار حطيه. عندي هنا نُص كيلو من اللحمة من الكولاطة، وعندي صويا صوص والبهارات اللي أنا هاحطها كلها، 7 بهارات وفلفل أسود وزعتر وقرفة وكركم ومرقتين. أول حاجة هاجيب طاسة وأحط فيها معلقة من الزبدة، معلقة كبيرة، وهانزل باللحمة. اللحمة طبعًا أنا سلقاها، ماشي؟ آخدها كده صدمة، بتبقى حلوة جدًا جدًا. هانزل بقى بالبهارات كلها بتاعتي، 7 بهارات، معلقة من الجنزبيل، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر أو الأسود، بهارات لحمة معلقة برضه صغيرة، ما عندكيش يبقى كفاية 7 بهارات، معلقة قرفة صغيرة، ومعلقة من الكركم صغيرة برضه، وشوية زعتر صغيرين. هتفركيهم كده بيخلوا ريحتها تحفة وطعمها جميل جدا. ويا سلام بقى ديت لو اتعملت في عزومة، يا سلام يا سلام، جميلة جدا وتشرفك كده قدام أي حد يجي إيه يتعزم عندك. هنزل بقى بالمرقتين كده هفركهم حلو كده بإيديا. مش عايزة تحطي المرقتين حطي ملح عادي، بس بيخلوا طعمها حلو جدا. هنزل بقى بمعلقة من الصويا صوص، جميل جدا الصويا صوص مع اللحمة بيخلوها جميلة وطعمها تحفة. هجيب بقى ورقة ألمونيوم، هحط واحدة بالعرض وواحدة بالطول، واحط في النص ورقة من الألمونيوم، وهنزل بالخضار كله بتاعي اللي أنا مقطعاه، ونفس البهارات اللي أنا حطيتها على اللحمة هحطها على الخضار. سوي الخضار كده حلو. بعد بقى نحط بقى البهارات كلها كده، هنقلب كده حلو بإيدينا شوية الخضار كله، وهانزل بقى إيه باللحمة كده حلوة، هارصها كده على الإيه على الخضار، وهانزل بقى بالإيه باقي الإيه البهاريز بتاعة السمنة، وهانزل بقى بورقة من الزبدة وهاقفل عليها حلو جدًا، ولا هاحط بقى مَيّة ولا أي حاجة، هاحطها بقى في الفرن مش هتاخد نُص ساعة. حبايبي بعد ما طلعناها بقى من الفرن بُصّوا عاملة إزاي، ريحتها بقى قلبة الشقة، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بُصّي عاملة إزاي ما شاء الله. بُصّي البخار بقى اللي طالع منها ده تحفة. اعملي بقى جنبها شوية رز أبيض أو تتاكل كده بعيش وسلطة، حاجة تحفة. إيه رأيك بقى؟ يالّا بقى جربوها ومتنسونيش باللايك والشير، ويا رب الفيديو يكون سهل وسريع على قلبكم يا رب، واشوفكم على ألف خير.